تلقى كيليان إمبابي اتصالا اضطراريا مدته 10 دقائق. نجم كرة القدم المنتقل حديثا إلى ريال مدريد، حيث يشارك مع منتخب فرنسا في بطولة كأس الأمم الأوروبية. وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي اضطر إلى إجراء مكالمة هاتفية مع كيليان قائد الديوك وأنطوان غريزمان القائد الثاني. وأوضحت أن رئيس الاتحاد الفرنسي اضطر لهذه المكالمة بعدما أثارت تصريحات المهاجم ماركوس تورام ضجة واسعة. وكان تورام قد تحدث في وقت سابق عن الانتخابات البرلمانية ودعا لمقاطعة أحد الأحزاب، مما فجر أزمة في فرنسا من أجل توضيح موقف الاتحاد من الانتخابات التشريعية في البلاد. وأشارت إلى أن الاتحاد الفرنسي اضطر لإصدار بيان رسمي للتأكيد على موقفه الحيادي تجاه الانتخابات البرلمانية في فرنسا. ونوهت أن ديالو أبلغ كيليان بأن لكل لاعب حق التعبير عن نفسه بحرية، لكن يجب أن تكون التصريحات في إطار الدعوة للمشاركة في الانتخابات وليس الإعلان عن موقفه الشخصي. المكالمة استغرقت 10 دقائق، شدد خلالها رئيس الاتحاد الفرنسي على نجم ريال مدريد بضرورة الالتزام بالموقف الحيادي لمنظومة الاتحاد. النجم الفرنسي يحظى بشعبية كبيرة داخل فرنسا، ولذا كان من الضروري توضيح مثل هذه الأمور، خاصة أن أي كلمة يقولها يجب أن يحسب لها 1000 حساب لكي لا يتعرض لسوء الفهم.